السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني الكرام، زلزال عنيف بقوة 7.4 على مقياس ريختر بحسب مركز الزلازل التركي ضرب تركيا وسوريا. رويترز نقلا عن مركز الزلازل الأمريكي يقول أن الزلزال بقوة 7.9 على مقياس ريختر. إخواني الكرام، نداءات استغاثة حاليا في سوريا، في الشمال السوري وفي الجنوب التركي، لمن يستطيع المساعدة في الشمال السوري. بالنسبة لتركيا طبعا هيئة الطوارئ هيئة الإغاثة والطوارئ التركية مستنفرة تصريحات عاجلة لوزير الداخلية التركي. وفي الشمال السوري هناك مطالبات بتحرك كل من يستطيع المساعدة، لأن هناك أبنية منهارة. نتمنى السلام للجميع. بحسب التصريحات الأولية إخواني الكرام، فلا يستبعد أن يكون هناك وفيات جراء هذا الزلزال. نبدأ إخواني الكرام مع الخبر الأول. طبعا قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا: لدينا زلزال عاجل جديد يضرب غازا أنتاب بقوة 6.4 على مقياس ريختر. يتوقع أن يكون هناك زلازل ارتدادية إخواني الكرام خلال الساعات القادمة. لذلك إخواني الكرام، اللي ساكن في هذه المناطق الساخنة حاليا زلزاليا، مغادرة المبنى السكني والمكوث في السيارات، وطبعا الابتعاد عن الأماكن اللي ممكن تنهار حاليا. إخواني الكرام، يتوقع أن يكون هناك زلازل وهزات أرضية. نتمنى السلام للجميع. قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن المعهد الأمريكي للزلازل أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كان بقوة 7.9 على مقياس ريختر. مرصد الزلازل التركي قال بقوة 7.4 على مقياس ريختر. لا، هذا الفرق لا مشكلة. نتمنى